السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكون فكرة الفيديو معانا ازاي تعمل خطة حلوة او في بيس تكسب بيها اي حد. ودلوقتي اللعبة بتفتح معانا اهي. اقدم كل ده، وزي ما قلت قبل كده اللعبة عندي عاملة كده عشان انا عامل باتش محول بيس 17 لبيس 21. اللعبة دلوقتي بتفتح معانا اهو، ماشي كل ده شغال. بس اوكي، مثلا دلوقتي هنعمل خطة. مثلا نختار اي فرقة دلوقتي. لا دي هنجيب مباراة استعراضية وندخل ماتش. بس اوكي ونختار مثلا هنا ريال مدريد وهنا برشلونة. هنيجي عند خطة اللاعب. بس اوكي، اول حاجة بقى هنيجي كده عند الاعدادات. بس اوكي، نخلي تحديد تشكيلة تلقائيا دي نخليها حسب القدرة. تمام كده، اهي كده ظبطت معانا. اول حاجة بنيجي بقى كده نرجع تاني زي ما كنا. بس اوكي، نيجي مثلا عند تيك روس ده مثلا الحارس، او مش عاوزينه نحرك، بخليه انا بقى بقدم الدفاع بخليه لتحت كده. ماشي، اجي مثلا عند كله بخلي الدفاع كله لتحت، الاربعة بنزلهم تحت كده. نيجي عند كارفاخال ننزله لتحت. الدفاع الهجوم بخلي 2 عند الجون اللي هم المهاجمين الرئيسيين و2 في الجنب. فبنعمل كده كده كده. تمام، نيجي مثلا كده عند بنزيما. بس اوكي، نحركه كده كده. ايوه تمام، نيجي عند هازارد ونحركه برضو كده. تمام، مثلا عند تيكروس وندوس مربع نخليه يلعب خط الوسط. لا، عاوزين واحد مهاجم بقى، نشوف واحد غيره مثلا. دي مثلا عند كازيميرو دوس مربع برضو. خلاص، نشوف لوكا مودريتش بقى، هو ده اللي هنخليه مهاجم. خلاص هنخليه هو المهاجم بقى كده. حركه كده كده كده. تمام، نيجي عند هازارد نحركه كده. نيجي عند بنزيما. نيجي عند بنزيما كده، نجيبه جنب هازارد، نبعد سنة صغيرة كده. تمام خالص، بنيجي تحت عند الدفاع كده ونحركه فوق كده، بحيث انه ايه يكون خط الوسط بنخلي فيه لاعبين بس، لاعب فوق الخط بشوية ولاعب تحت الخط بشوية. نيجي تيكروس كده مثلا كده، نحاول تحت سنة كمان كده. تمام خالص، نيجي عند هازارد. المفروض نخلي يعني على قد ما نقدر هازارد واللاعبين اللي فوق دول ايا يكن الفرقة انت مختارها، تخليهم اللاعبين قريبين من بعض زي ما انا عملت كده دلوقتي. وكده نطلع برا، ضربة البداية. نقدم كل ده. طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا من ملعب
جوزيبي ميازا في ميلانو، أحد أعرق النوادي الإيطالية والشهيرة بالتأكيد انترناسيونالي. ريال مدريد، برشلونة. أو لو جينا مثلا كده عند خطة اللاعب دوسنا إكس هنلاقيها مظبوطة زي ما احنا عملناها. وكده يخلص الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.